ما بتاخدش وقت في التشكيل ولا وقت في التسوية، وبتطلعي حلوى بالشكل ده، شكلها قيم جدا. وتقدميها في العيد او تعمليها في اي وقت، تزيني زي ما زينت كده او تسيبيها من غير تزيين، هتمشي مع الشاي ومع الشاي بلبن. حلوة بتزيين او من غير تزيين، وزي ما قلت طريقتها سهلة. ما بتاخدش وقت، وبتتفنني في تشكيلها قبل ما تدخل الفرن، بتعملي الاشكال اللي تحبيها واللي على مزاجك. تشكيلة حلوة قوي، منها اللي زينته ومنها اللي سبته من غير تزيين، في الحالتين بيمشي وحلوة قوي. بتقدميه لضيوفك حاجة شيك وحلوة وبسيطة، بتقدميها لضيوفك في العيد او تعمليها في غير العيد كمان. حلوة طعمها حلو وطريقتها بسيطة وما بتاخدش منك وقت. هنبدأ الفيديو ان شاء الله ونشوف طريقة الحلوة دي ومقاديرها، وازاي تشكليها قبل ما تدخليها الفرن، وكمان ازاي تزينيها بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ مع بعض نشوف مقادير الحلوى اللي شفناها في الأول دي. حلوى اللي تعمليها إن شاء الله للعيد وفي غير العيد كمان. حلوى طعمها حلو جدا وبسيطة، وطريقتها سهلة. طعمها حلو زي ما قلت، طريقتها بسيطة جدا. وهنشوف إن شاء الله المقادير. معايا في البولة 3 بيضات، هنضيف عليهم 3 أكياس فانيليا، لكل بيضة كيس. ريحة السمنة البلدي اختياري، تضيفيها أو ما تضيفيهاش. أنا بضيفها عشان تدي طعم وريحة للحلوى اللي احنا هنعملها. ريحة السمنة البلدي. كوباية ناقصة بالشكل ده، يعني مش إلا ربع ولا هي مليانة للآخر. ناقصة يعني حوالي حوالي عرض صابع كده. سكر مطحون او سكر عادي يعني حبيبات يمشي. هنضرب المكونات اللي حطيناها على بعض دي الاول. ممكن نعمل بمضرب اليدوي اللي عندوش مضرب كهربائي عادي، بس الافضل لو في كهربائي تعمليها بيه. بنضرب المكونات لما بيبقى لونها فاتح بالشكل ده وبيكون السكر داب. كوباية زيت زي السكر بالظبط، ناقصة يعني قد السكر كده، لا هي مليانة للآخر ولا هي كوباية الا ربع. هننزل بالزيت شوية بشوية، مش هننزل بالكوباية مرة واحدة. بينزل بالزيت على مرات مش مرة واحدة، عشان ندمج الزيت كويس بالمكونات اللي قبله، الخليط اللي قبله واللي بعده. كوباية نشا، بنوحد الكوباية يبقى معيار واحد، وكوباية واحدة اللي بنعاير بيها. هنخلط النشا في المكونات اللي قبلها. بننزل النشا اللي على الأطراف عشان يبقى الخليط كله مخلوط كويس كده. خلاص دور المضرب بقى معانا الخليط بالشكل ده. هنضيف الدقيق، معانا 3 كوبايات، وهنشوف لو احتاج كمان معلقة ولا حاجة هنضيفها. بس ال3 كوبايات بيبقوا مسحي بالشكل اللي شايفينه ده. وهنشوف بنعايرها ازاي. هننزل بالكوباية الأولى، بنعاير الكوباية بالمعلقة. بننزل كده، نعملها بالمعلقة كده. بقى معانا كوباية مسح بالشكل ده، لا نهزها ولا نحركها ولا اي حاجة. ضفنا كوباية، ودي التانية بيكنج باودر، دي معلقة صغيرة والنص بالشكل ده، معلقة ونص بيكنج باودر. هنخلط الكوبايتين اللي ضفناهم والبيكنج. دي الكوباية التالتة بالمعلقة او الاسباتيولا في الاول، وبعد كده هنعجن او هنخلط العجين بايدنا عشان نشوف هو عايز دقيق ولا لا.
هنعجن العجين بايدنا عشان نشوف اذا عايز دقيق، ولو عايز هيبقى محتاج قد ايه. اللي بيبين عايز ولا لا لما تشوفيه بيلزق في ايدك ومش بيخلص من ايدك كويس. معانا العجين هنا لسه محتاج، هضيف معلقة كمان معلقة، معلقة كمان تالتة، بقى معايا عجينة بالشكل ده لسه بتلزق خفيف كده في الايد، هنضيف نص معلقة كمان. كده ضفنا 3 معالق ونص من الكوباية الرابعة. بقى معايا العجين بالشكل ده بعد 3 معالق ونص بعد 3 كوبايات. شوفوا ما شاء الله ما بتلزقش، بقت زي الفل. نحطها في كيس ونحطها في التلاجة ترتاح، يعني انت ممكن تشتغل فيها على طول وممكن تريحها ربع ساعة. هحطها في الكيس عشان انا هعمل نفس المقدار بالشوكولاتة، هنشوفه ان شاء الله. هيبقى نفس المقادير مع اختلاف فروق بسيطة يعني، هنشوفها ان شاء الله مع بعض. معايا في البولة 3 بيضات زي اللي فات، وعليهم 3 اكياس فانيليا، وازازة ريحة السمنة البلدي. السمنة البلدي اختياري، تحطيها او ما تحطهاش على حسب ما تحب. اول فرق في المقدارين، المقدار اللي فات وده السكر. في الكوباية اللي فاتت عايرة السكر زي الزيت ناقص شوية. المقدار ده اللي هنعمله بالشوكولاتة هنملى الكوباية للآخر سكر، مش هتبقى ناقصة زي المقدار اللي فات. وزي ما قلت سكر مطحون، سكر حبيبات زي ده ما تفرقش، المهم ان انت تدوبيه كويس وانت بتخلطيه مع البيض. هنخلط السكر. ده الخليط بعد ما ضربت السكر والبيض والفانيليا وريحة السمنة البلدي، ونزلت بالزيت شوية بشوية زي ما عملت في مقدار الفانيليا. وبعد الزيت ضفت النشا كوباية زي المقدار اللي فات بالظبط. عندنا الدقيق، ادي 1 2 معلقة صغيرة ونص بيكنج باودر، معلقة نص، ودي الكوباية التالتة. وزي ما شفنا ضفنا في المقدار اللي قبل كده بعد ال3 كوبايات دقيق 3 معالق ونص، ومن 3 معالق ونص دقيق اللي هنضيفهم بعد كده او هنتابع المقدار هنشوف هيحتاج قد ايه، هضيف 2 معلقة ونص كاكاو، واسيب المعلقة التالتة لما اشوف المقدار هيحتاجها ولا لا. هنقلب الخليط ده كويس عشان نخلط الكاكاو وكل الدقيق. باقي معانا معلقة من ال3 معالق، هنزل نصها او اقل كمان على الاسباتيولا كده، انزل بها العجين اللي عليها. ننزل العجين اللي عليها عشان نشيلها هي كمان ونعجن بايدينا عشان نشوف العجين محتاج دي قد ايه. هياخد باقي المعلقة ولا اكتر، لان ممكن عجين الشوكولاتة يفرق عن عجين الفانيليا. مهم ان العجين في النهاية ما يبقاش لازق في ايدك. زي ما شايفين كده العجين لسه برضو محتاج باقي المعلقة اللي انا خدت منها شوية. حطها كده للعجين،
العجين بقى معانا بالشكل ده، ميلزقش وما بيشققش، وما شاء الله زي الفل. هحطها في كيس برضو زي ما عملت في مقدار الفانيليا. هحطها في التلاجة حتى 5 دقايق اما نشتغل في مقدار الفانيليا. يبقى كده مقدار الشوكولاتة اخد بعد ال3 كوبايات دي 3 معالق ونص برضو. بس الفرق بينه وبين مقدار الفانيليا ان احنا شلنا 2.5 معلقة من ال3.5 بدلناهم بالكاكاو. والفرق التاني السكر في الفانيليا ناقصة شوية، وفي الشوكولاتة الكوباية مليانة على الآخر. لكن باقي المقادير والطريقة الاتنين زي بعض. هنحطها ترتاح 5 دقايق ونجيب مقدار الفانيليا نبتدي نشتغل فيه. معايا عشان اشكل العجين منقاشين بالشكل ده، وممكن لو عندك اي حاجة تانية تعملي بيها وبتعملي الحجم اللي انت عايزاه. ولو ما فيش مناقيش زي دي او اي مناقيش تانية هنشوف ان شاء الله هنشكلها ازاي. بنقطع العجينة وبنكورها بالشكل ده عشان تبقى من تحت منتظمة زي وش القطعة بالظبط. نضغط عليها في البصامة بقت بالشكل ده. وعندي شكل تاني لو مفيش بصامة هنعمل ايه، هنكورها برضو بالشكل ده كده، نضغط عليها شوية وبسكينة وهعمل كده. ده شكل اهو ما شاء الله حلوة جدا. واحدة كمان كورها كويس واضغط ضغطة بسيطة عشان السكينة هتفردها. هعمل كده بزاوية بميل كده، وهعكس التانية بقت بالشكل ده. يعني لو مفيش مناقيش او بصمة زي دي نعمل بالسكينة زي ما عملت كده، وشايفين الشكل ما شاء الله زي الفل. كده شكلت صف من عجينة الفانيليا، هشكل جنبيه صف من عجينة الشوكولاتة، وهمشي بالنظام ده لما اخلص الصينية واخلص العجين كله. اسوي الفانيليا مع الشوكولاتة عشان الشوكولاتة تسويتها تتظبط، لان بتبانش زي الفانيليا في التسوية. شوفوا ما شاء الله شكل الشوكولاتة، عجينة الشوكولاتة. حطها جنبها بالشكل ده، القطعة بالشكل ده على قد البصمة اللي معايا، واكورها واضغط عليها عشان البصمة تعلم قوي. بالشكل ده. ده شكل الصينية بعد ما شكلتها صف شوكولاتة وصف فانيليا. وانا شغلت الفرن بعد ما عملت الصف الاول زي اللي شفناه مع بعض من الفانيليا عشان الفرن يسخن. هدخلها الفرن في الرف اللي في النص على 180، وهتابعها من بعد 10 دقايق. شوف المنظر قبل ما تدخل الفرن ما شاء الله حلوة قوي. في فكرة للتزيين من قبل ما ندخلها الفرن، وهنكور الكورة بالشكل ده، وهعمل قطعة صغيرة يعني هعمل شوكولاتة، اعمل واحدة فانيليا صغيرة بالشكل ده، حتة صغيرة جدا، واعملها كرة برضو زي ما عملت القطعة الكبيرة، واحطها في النص كده، انزلها في البصامة بالشكل ده.
يعني اخلي القطعة دي في النص الصغيرة، واضغط جامد. الشوكولاتة اعمل لها قطعة صغيرة فانيليا تطلع معايا بالشكل ده. احطها في البصامة عشان البصامة تضغطها قوي ما تنزلش من القطعة الكبيرة لما تستوي وتنشف. هنعمل واحدة فانيليا ونشكلها بقطعة صغيرة من الشوكولاتة. بنكور الكورة بالشكل ده كده، وبعمل قطعة صغيرة كورة برضو واحطها في النص وانزلها في البصامة كده. هخلي التزيين اللي في النص او القطعة الصغيرة نزلها في نص البصامة واضغط جامد بالشكل ده. هتبقى معانا الفانيليا زينها بالشوكولاتة والشوكولاتة زينها بالفانيليا، بالعكس بقى معانا الشكل زي ما انتم شايفينه كده ما شاء الله حلو قوي. بزيناها قبل ما تدخل الفرن. ده شكل الصينية بالتزيين اللي قبل ما نحطها في الفرن. شوفوا ما شاء الله الشكل حلو جدا، شكل قرص عباد الشمس. ده شكل من اشكال التزيين اللي قبل ما ندخل الفرن، ومعايا ان شاء الله تشكيل تاني ان شاء الله هنشوفه مع بعض. ده تشكيل اهو، بكور كور صغيرة كده 4 كور قد بعض. احط جزء بالشوكولاتة وجنبه جزء بالفانيليا وهكذا، واضغط عليهم عشان الزقهم في بعض وفي نفس الوقت البصمة تعلم فيهم كويس. بقى معايا قطعة حلوى بالشكل ده. ده تشكيل تاني بعمل جزئين قد بعض، واحد بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة، وبحطهم في البصامة بالشكل ده. احاول الزقهم كده من الجناب، الزقهم مع بعض واضغط في البصامة. وانا بلزق اضغط عشان البصامة تطبع النقشة كويس وفي نفس الوقت يشبكوا في بعض وما ينفصلوش. بقى معايا شكل زي ده كده، نصين، نص بالشوكولاتة ونص سادة. يعني ممكن تشكلي زي ما انت عايزة، او ممكن تعملي افكار كتير قوي وهيخطر لك افكار وانت بتشكلي. هتعملي بسكوت او حلوى مختلفة باشكال كتير، بيبقى لها جذب وبيدي لها شكل في التقديم. ده الشكل النهائي للحلوى اللي احنا عاملينها بديل البسكوت او بديل الكحك والبوتفور في العيد الصغير. حلوة ممكن تعمليها في اي وقت مش بس عشان العيد. ده الشكل النهائي اهو ما شاء الله. شوفوا زي الفل، حاجة حلوة جدا، حلوة قوي وريحتها حلوة. وهنعمل تزيين تاني غير التزيين ده نزينها باللي معانا. اي مربى ويستحب ان هي تكون مشمش او برتقال. الموجودة عندي النهاردة مربى فراولة، وممكن قوي تعملي شوكولاتة تسيحيها وتعملي حشوة للاتنين مع بعض زي ما هنعمل دلوقتي. نحط كده مربى عشان تلزق بالشكل ده. نمسح حلوة من الناحيتين كده، طرف كل واحدة، طرفين المقابلين لبعض، وجوز الهند، وممكن فول سوداني او اي مكسرات تانية او شوكولاتة. بقى عندي البسكوتة بالشكل ده. شوفوا الشكل ما شاء الله زي الفل، وكمان المربى هتديلها طعم. ده شكل. ممكن نعمل شوكولاتة
نزينها بجوز الهند. واحدة شوكولاتة وواحدة فانيليا او سادة اللي زينتهم بالعكس قبل ما يدخلوا الفرن. حلوة بسيطة جدا وطريقتها سهلة، وبتزينيها زي ما انت عايزة، وقبل ما تدخل في الفرن برضو بتشكليها باشكال مختلفة زي ما تحبي. حلوة العيد اللي عملناها وتعمليها للعيد ولأي وقت تاني مش بس في العيد. حلوة ريحتها حلوة جدا وناعمة، النشا مديلها نعومة وحلوة قوي. سويها من 10 ل 12 دقيقة بالكتير وتخرجيها على 180 درجة في الرف اللي في النص، وبتطلعيها وهي لسه طرية شوية عشان لما بتخرج بره النشا بتنشفها. شوفوا ما شاء الله اللي اتزينت واتشكلت بدي. ممكن تعملي زي ما قلت بشوكولاتة، تحشي بشوكولاتة او تحشي باي مربى تحبيها، يعني التشكيل زي ما تحبي برضو او الموجود عندك هتعمليه. لو زينتيها هتبقى حلوة، ما زينتهاش برضو هتبقى حلوة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. وده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.